وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في يوميات هولي. النهارده زي ما انتوا شفتوا كده، انا قمت الصبح بدري، حاولت بقى ان انا انضف الدنيا وارتب، وده روتين يومي من اول ما بصحى من النوم. ده اللي بعمله دايما، ان انا بنضف الانتريه وامسحه واكنسه، وطبعا بمسح الجزامه زي ما انتوا شايفين. انتوا عارفين طبعا ان لازم كل يوم نعمل نفس الشغلانه ونفس الروتين اللي احنا بنعمله دايما. زي ما انتوا شايفين انا بحب امسح دايما الجزامه من فوق، لان دايما اولادي بيبقوا حاطين مثلا اي حاجه ما بيجي يجوا من بره بيحطوها على الجزامه. زي ما انتوا شايفين انا بحاول ان انا طبعا امسحها والمعها، زي ما بلمع الجزم اللي جوه. بس كل اسبوع بمسك الجزم المعها وانضفها. وكنست طبعا الريسبشن زي ما انتوا شايفين اهو، وكمان مسحته. طبعا انتوا عارفين بقى الواحد الجو شتاء والجو ساقع جدا، فبنحاول طبعا بنعمل اللي علينا ونصحى وننظف مكاننا، ما نكسلش، لان لو كسلنا الدنيا هتبهدل دايما. لان طبعا انتوا عارفين الايام ديت المدارس الامتحانات خلاص على الابواب، فالاولاد بيذاكروا في اي مكان، وطبعا بيبهدلوا زي ما انتوا عارفين. فطبعا مش هيقدروا يعملوا حاجه ولا ينظفوا اي حاجه، لان الايام ديت ايام مذاكره. فطبعا بحاول طبعا برضو انضف وراهم دايما علشان ما اسيبش المكان مبهدل. وطبعا قعدتنا دايما احنا في الريسبشن، فطبعا بيتبهدل على طول، وبيتبهدل يعني في اليوم يجي مرتين ثلاثه، مش كل يوم. طبعا انا قلت بقى بعد ما امسح الريسبشن وانضفه خلاص، اروح بقى داخله اوضه البنات زي ما انتوا شايفين. نفضتها، وطبعا فرشتها. طبعا انا قبل كده منضفاها طبعا تنظيف عميق جدا، فالمره دي بنضف بس من على الوش. واروح طبعا فرده البطاطين بتاعتهم، واي حاجه مبهدله في الاوضه برصها. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده اكتر من مره. فده روتين يومي. الاول ما ببدا، اول ما بصحى من النوم، ده اللي بعمله على طول، ان انا بمسك الريسبشن الاول، بعد كده بمسك اوض البنات واوضه. على فكره دي الشنطه دي انا عاملاها انا من بنطلون جينز قديم. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده. لو حابين ان انا اعمل واحده زي التانية زيها معاكم قولوا لي. طبعا عملت الفستان دوت، كانوا طالباها المدرسه بتاعتهم في المدرسه، فعملتها لهم وهم كانوا معايا، ساعدوني فيها بنوتي علشان تقدمها للمدرسه. وزي ما شفتوا انا بكملت طبعا السراير ونظفتها، وفرشت كل حاجه، ومسحت الاوضه مسحه كويسه جدا. وطبعا حطيت السجاد بتاعها. اهو زي ما انتوا شايفين اهو بكنس. طبعا ده روتين يومي، يعني كل يوم نفس الروتين بعمله. كنيس الاوضه ومسحها وفرشها بعد ما بيروحوا المدارس بتاعتهم. وساعات كمان ان يعني بيبقوا موجودين، بنروقها دايما على طول. وزي ما انتوا شايفين اهو حطيت السجاده بتاعتهم. هم بيحبوا السجاده بس واحده هي اللي بين السريرين، مبيحبوش اكتر من كده. فان شاء الله باذن الله طبعا انا هجيب لهم طبعا سجاجيد تانية جديده قريب ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين طبعا دخلت على المطبخ. كل الزباله اللي كانت في الريسبشن طبعا انا كنت حاطاها في المطبخ لغايه ما انضف الريسبشن كويس. بعد كده طبعا لميت كل الزباله وغسلت المواعين. زي ما انتوا شايفين كان في مواعين كتير، بس انا ما حاولت ان انا اغسلها مع نفسي علشان بس ما اطولش عليكم. قلت اغسل بس معاكم، لان انا غسلت قبل كده المواعين كتير جدا معاكم. بس انا النهارده روتين يومي، الروتين اللي انا بعمله كل يوم ده نفس الروتين، مش ولا زياده ولا نقصان. في ايام طبعا بتبقى فيه زياده حاجات، وفي ايام طبعا بنخرج ونشتري ونعمل. لكن قلت المره دي بقى الروتين يبقى الروتين اللي هو على طول بعمله. طبعا غسلت طبعا الكوبايات ومعين. دي على فكره المجات ديت حراريه، انا كنت جايباها قبل كده معاكم ووريتها لكم في فيديو قبل كده اللي هي مشتريات جبناها قبل رمضان.
الفيديو ده هتلاقوه على القناة لو حابين تتفرجوا على التجديدات اللي انا جبتها ساعتها في رمضان السنة اللي فاتت ان شاء الله. وبإذن الله رمضان الجاي يا رب يكون علينا بخير وسعادة علينا كلنا يا رب. ان شاء الله طبعا هيبقى في حاجات جديدة كتيرة، وفي كمان فيديوهات ان شاء الله، بس بإذن الله هتعجبكم جامد جدا. بس اتمنى يا رب انكم تشتركوا في القناة وتدعموني وتعملوا لايكات وتشيروا الفيديو علشان ناس كتيرة هي كمان يعجبهم الفيديوهات. طبعا انا بشطف المجات وبشطف الحاجات اول باول. طبعا المواعين دي انا بغسلها في اليوم يجي 3-4 مرات، 3-4 مرات بغسل المواعين. فزي ما انتوا شايفين كده ما المواعين دي بالذات يعني حاجة اساسية تتغسل كذا مرة. طبعا انتوا عارفين الجو ساقعة، بس على فكرة برضو يعني ايه لازم نعمل حاجة بيتنا، ده حاجة اساسية. الطبخ والتنظيف وغسيل المواعين والترتيب، كل ده عمل يومي للست، سواء الست اللي هي قاعدة في البيت او حتى الست الموظفة، الاتنين بيعملوا الحاجات دي. طبعا انا كنت عامل قبل كده معاكم تفريزات رمضان. على فكرة مش شرط تبقى لرمضان بس، انت ممكن تفرزي مثلا بالشهر بالشهرين، بحيث انك توفري وقت ليكي، وبالذات للست الموظفة اللي بتيجي تبقى تعبانة جامد جدا، محتاجة وقت لنفسها، محتاجة انها تعمل اكلها بسرعة، وكمان ساعات بيبقى معاها كمان اولادها. فعلى فكرة دي حاجات بتبقى مهمة جدا جدا. فعشان كده هو التفريزات مش شرط لرمضان. لازم احنا بنعمل التفريزات ديت علشان توفر لينا وقت، وكمان لو حد جالنا يبقى عندنا حاجات في التلاجة احنا عاملينها، هي بتبقى شبه جاهزة، بحيث انك ايه يا دوبك تسويها فقط. طبعا ان شاء الله باذن الله. وكمان علشان بنوفر كمان دلوقتي ممكن حاجات بتبقى رخيصه بعد كده بتغلى. طبعا بقى الاولاد حبوا انهم يتغدوا المره دي من بره، فجابوا بقى طواجن من بتوع الكشري. حبوا بقى ايه ياكلوها بقى، قلت مش اشكال مش هتفرق، مع ان انا ممكن اعملها لهم في البيت، بس هم بقى ايه ما حبوش انهم ياكلوا حاجات بقى من البيت المره دي. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون نال اعجابكم، لو نال اعجابكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايكات الكتيره وكومنتات حلوه زيكم. واتمنى يا رب نتقابل في فيديو جديد وانتم في منتهى الصحه ومنتهى السعاده اللي في الدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.